السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض فيديو سريع جدا. هنعمل كده جوانح الفراخ وكمان في صينية خضار هندخلها مع بعض الفرن بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. معايا كده جوانح فراخ طبعا مغسولة كويس جدا بالدقيق والزنجبيل وكمان رشة من الملح. وهبدأ كده اول حاجة هتبل الجوانح. هنزل كده بمعلقتين من صلصة الطماطم، طبعا بتديها لون المشويات. الخلطة دي جميلة جدا. معلقتين كده كبار من الزيت وكمان توم مفروم. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. وصفة سهلة جدا. الجوانح طبعا احنا بنجمعها كده مع بعض في الفريزر. ممكن تطلعيها في يوم كده تكوني محتارة فيه تعملي غدا ايه، فهي سهلة جدا. وكمان بتقدميها مع رز بشعرية او رز ابيض. هبدأ كده طبعا اقلب الخلطة كويس جدا وهنزل كده بالجوانح. هبدأ اقلبها بايديا عشان تاخد اللون بتاعها كويس، وكمان تشرب كده من التتبيلة. وهسيبها طبعا على جنب كده لمدة نص ساعة. وهبدأ اعمل للخضار نفس التتبيلة عشان ياخد نفس الطعم الجميل. وصفة سهلة جدا. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هسيبها كده على جنب، وهبدأ كده اجيب بولة وهنزل بنفس مقادير التتبيلة بنفس البهارات علشان اتبل الخضار. بالنسبة للخضار طبعا على حسب الرغبة او المتوفر في البيت. ممكن تشيلي خالص البسلة، انا مزودة البسلة عشان الولاد. ممكن تشيلي البسلة او تضيفي كوسة، اي نوع خضار تحبيه ضيفيه. هبدأ كده انزل بباقي الخضار. طبعا هتبله نفس التتبيلة وهسيبه برضو على جنب. بكون طبعا مسخنة الفرن بتاعي، بتدخل على فرن سخن اعلى درجة حرارة في الفرن. ما بتاخدش حاجة خالص، وكمان بتحمريها كده بتطلع معاكي نفس لون المشويات ونفس الريحة والطعم. نزلت كده بكمية الخضار وهبدأ كده اقلب في التتبيلة كويس جدا. المقادير متاحة وكمان موجودة عندك في مطبخك. ووصفة سهلة جدا للغدا ومفيدة كمان. جبت كده الصينية وهنزل كده بكمية الخضار، بعمل لها الفرشة بتاعتها كويس جدا. وكمان انا ضايفه لها زيت، فانا مش هضيف اي مادة دهنية تانية. وكمان هبدأ كده ارص الجوانح. بتضيف لها كده كوباية او كوباية ونص من المية قبل طبعا ما تدخل الفرن. وبرص كده الجوانح. وهجيب كمان ورقة كده من الزبدة وهبلها كده بشوية مية. طبعا بتساعد الجوانح تستوي معاكي بسرعة. كمان طريقتها سهلة جدا. بتجيبيها كده على نفس مقاس الصينية وبتقطعيها وبتبليها برشة من المية. وكمان ورقة فويل كده بتقفلي الصينية بتاعتك وتدخليها الفرن. يلا بينا هنروح كده ندخلها الفرن مع بعض. طبعا هي كده بدأت تستوي معايا وبدأت تاخد اللون. انا كده هبدأ بس هاخد لها لون من فوق. هرفع النار عليها وهنقدمها كده مع بعض. ده شكلها النهائي، واخده طبعا لون المشويات وكمان ريحه وطعم لذيذ جدا. انا النهارده هقدمها مع رز معمر وكمان سلطه. لو وصلت للفيديو لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصفه سهله جدا وكمان بسيطه جدا. تنفع كمان للغدا. ان شاء الله الفيديو يعجبك. وصفة سهلة وبسيطة ومقاديرها كمان بسيطة جدا. اشوفكم على خير وفي رعاية الله.